رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في عيون السمارة. بطبيعة الحال أنا بالنسبة لي هذه فرصة ثمينة وحدث مهم جدا يجب استثماره، يعني الدفع بكل الإرادات الشابة الطموحة من أجل العيش بسلام، ومن أجل ترقية أوضاعهم الاجتماعية والمادية، ومن أجل أيضا تنمية قدراتهم المعرفية في مجالات مناحي الحياة. بالتالي نحن كانت مداخلتنا تلتزم بالشق الحقوقي والتطورات وإظهار التجربة الجهوية لحقوق الإنسان والتي تقودها طاقات شابة. يجب أن تثق هذه الطاقات في كل مناحي وبلدان هذه الشعوب بالثقة وبالدعم المعنوي والدعم المادي اللي ممكن توفروا لها سيان الحكومات، والله سيان أيضا هيئات وإطارات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية الحرة والاجتماعية. هذا من جانب. من جانب ثاني هو أنه الحدث هو ممر إلى مرحلة أخرى قد تضمن فتح الأوراش للنقاش والحوار والتواصل بشكل لائق والتشاور حتى في القضايا التي تهم الفئات الشابة واللي تلامس بطبيعة الحال المعضلات الأساسية والأولويات، وأيضا لقاء فيه تقارب، في تشاور، في ترتيب أولويات، فيه إظهار حقيقي لشغف حقيقي يتطلع إليه كل هذه الوجوه الجميلة التي يعني تدعو حقيقة إلى تحمل المسؤولية في التعاطي معها، وإلى فتح الأوراش أمامها وتسهيل كل العقبات أمامها من خلال يعني اعتماد مقاربة الانفتاح من طرف المؤسسات اللي تشتغل على المستوى يعني العالمي إن صح التعبير، وحتى على مستوى كل الأوطان. هون يجرنا هذا إلى أيضا الاعتماد على الطاقات الشابة الموجودة في المؤسسات الاستشارية والموجودة في المؤسسات الدستورية والموجودة في المؤسسات حتى البرلمانية التشريعية من أجل يعني مناقشة وإدراج هذه الإشكاليات ضمن الدساتير وضمن التشريعات الوطنية التي من المفروض أنها تتلائم مع المتغيرات الحقوقية الكونية والمتغيرات القانونية الدولية الإنسانية. بالتالي هذا ورش يجب على الجميع أن يتحمل المسؤولية في دعمه، في الحفاظ عليه، في مساندته، في رغم يعني كل شيء يجب أن نسانده لأنها مبادرة بريئة، مبادرة حسنة يجب أن نوفر لها شروط الضامنة لنجاحها. أتمنى التوفيق لكل من ساهم من قريب وبعيد. أتمنى أيضا أن